الموقف ده بجد يا جماعة مش هينفع اسكت عليه. كفاية انا سلبية بقى، انا خلاص قررت اتكلم لكم معايا للنهاية عشان تعرفوا ايه اللي حصل. انا في يوم عادي جدا قررت ان انا اخد ولادي ان انا افسحهم شويه، واخدتهم ورحت النادي الملكي اللي في ال11. فجاه لقيت المغرب اذن، وانا بصراحه بقالي فتره لما بخرج في الوقت ده المغرب بيضيع عليا. بص كده المكان لقيته هادي، قلت في بالي كده طب اروح اصلي في المكان ده، خصوصا ان عرفت انه يجوز ان احنا نصلي بره احسن ما نقول لا اصل في ناس لما اروح ابقى اصلي. لسه ما كملتش الكلام وببص لقيت ان الرجاله بدات تيجي، والناس اللي شغاله في النادي بدات تيجي واحد ورا التاني. بصراحه استغربت قوي، اتفاجئت ان الجنب ده كان هادي وما كانش فيه اي حد من ساعه ما جينا، اشمعنى دلوقتي يعني؟ واذا بيهم يا جماعه اتفاجئت لقيتهم وقفوا كلهم جنب بعض واقاموا الصلاه وبداوا يصلوا المغرب. انا بصراحه في الموقف ده بقيت سعيده جدا جدا جدا. المهم بعدها بقى انا اتشجعت ودخلت عشان اتوضى، لقيت كمان اصلا اوريدي في مكان جوه للصلاه، وبجد نفسي كل الناس تدعي لهم، وكل حد شغال في اي مكان يعرف انه هو لو قام صلى ده مش هيعطله ولا هيأذي شغله، بالعكس يكفي ان هو هيشجع ناس غيره، وجايز ان ده يكون سبب رزق ليه من حيث لا يحتسب. شجعوهم يا جماعه وادعوا لهم دعوه حلوه، وشيروا الفيديو وفكروا كل الناس ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني بوقت محدد. اول ما الاذان يقول الله اكبر الاولوية ان كلنا نقوم ونصلي.